مبروك التخرج يا عم. ايوه اضحك كده وفرفش ارقص، ده اللي جاي سواد. هتعمل ايه بقى دلوقتي يا عاطف؟ لا ولسه فيها جيش كمان، يا عالم بقى سنه ولا 3 ضايعين من عمرك. لا بس مبروك الف مبروك. اخيرا يا ابو حميد، احنا كنا فقدنا الامل يا راجل. يلا عايزين نشوف عيالك بقى، ولا ناوي تاخرها علينا دي كمان؟ بس يلا مبروك، الف مبروك. عمرك في يوم كده وسط زحمة حياتك وقفت وحسيت هو أنا بجري ليه؟ إيه السباق اللي أنا عايش فيه ده؟ كمية إحساس إنك متأخر وإنك كنت المفروض تحقق أكتر من كده في سنك دلوقتي. طب إيه أسباب الإحساس ده؟ وليه أصلا جه منين؟ وإزاي نقدر نتعامل معاه بطريقة صح؟ كل ده هنعرفه النهاردة في حلقتنا من برنامج على الكنبة. افرد يا باشا، افرد. مش عارف شكلي هينام ولا ايه. افرد يا باشا. سبب من الأسباب الرئيسية لإحساسنا إن إحنا دايماً متأخرين هي السوشيال ميديا. في مقالة اتنشرت في مجلة بين ستريت البحثية تحت عنوان تأثير وسائل الإعلام على احترام الذات. وسائل الإعلام زي السوشيال ميديا وإزاي ده بيخلق صور مشوهة جداً نتيجة لأن إحنا بنتعرض لمحتوى مختلف جدا للمعايير وعالي جدا عن اللي احنا عايشين. ونفس النتيجة دي برضو توصل لها طالب في جامعة جنب الهند، وكان عامل بحث عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على احترام الذات، ولقى انه السوشيال ميديا فعلا زودت قوي المقارنات ما بيننا وما بين الناس وما بين اللي شايفينه حوالينا منشور على السوشيال ميديا. للاسف السوشيال ميديا والانفتاح الكبير على عوالم كتيره وثقافات مختلفه وطبقات خلانا بنقارن نفسنا مقارنات مش عادله تماما. شوف ناس لا هم شبهنا اجتماعيا ولا ماديا ولا ثقافيا ونبدا نقارن نفسنا بيهم، وننسى فروق كبيره جدا تخلينا نقارن مقارنات مش صحيحه وتاذي نفسياتنا جدا. كمان من النقط المهمة اللي بننساها هي انه مفيش حد فينا بيحب يشارك فشله او وقوعه. اغلب الناس اللي بنتابعهم على السوشيال ميديا وبنشوفهم انجح ناس وبنبدأ نقارن حياتنا بيهم كانت في بداياتهم فيها وقوع وفيها فشل زينا بالظبط، بس مش ده اللي بيتنشر قدامنا. لكل حد فينا قصة مميزة ومختلفة، مش لازم ابدا تبقى قصتك شبه القصص اللي بتتفرج عليها وبتشوفها وبتبقى هي دي بالنسبة لك المثال. وقف وقفة كده مع نفسك واسأل نفسك هو انا فعلا عايز ده؟ ولا أنا حابب الفكرة أو حابب الإحساس أو حابب الطريقة اللي الناس تشوفني بيها؟ هل فعلا أنت متضايق من شكل حياتك؟ هل متضايق من شغلك؟ متضايق من بيتك؟ ولا الحاجات اللي حواليك محسساك أن أنت بعيد وأنت فعلا ممكن تبقى حابب ده ومبسوط بيه؟ التساؤلات دي تاخدنا لدراسة اتنشرت في جامعة إسكس، لقيت أنه التركيز على ما يجب أن تكون عليه بيخليك عندك إحساس دائم بأنك مش راضي عن حياتك الحالية. متابعة الشخصيات الناجحة مهم جدا انه يفتح دماغك لآفاق والأفكار والحاجات جديدة. محتاجين نفكر وندقق كويس قوي في المحتوى اللي بنتابعه كمرجع لينا. ساعات النية من المحتوى بتكون انه يشجع ويحفز ويديك دفعة، بس لما نيجي نبص على تأثيره نلاقي انه التأثير عكسي تماما، زي محتوى 10 حاجات محتاج تحققهم قبل ما تعدي العشرينات، واي محتوى بيحطلك فترة زمنية مش منطقية تماما. تبدأ بدل ما تتشجع ويديك دفعة تلاقي نفسك احبطت تماما. ودي كانت بالفعل دراسة اتعملت في جامعة كامبريدج سنة 2021 أكدت سلبية النوع ده من المحتوى تماما، وقد ايه بدل ما بيدي دفعة وتحفيز بيحبط ويحسسك انك دايما متأخر. في النهاية حابين نطمنك انك مش متأخر، انك مش محتاج تجري، مفيش مواعيد ولا ديدلاينز ولا حاجة هتفوتك. اهدى وروق على نفسك واتبسط بالمرحلة اللي انت فيها دلوقتي، وكمل سعي في طريقك مش في طريق مرسوم من حد غيرك علشانك. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وهنستناكم الحلقة الجاية في برنامجنا على الكنبة.